السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا قصير بزاف، ولكن قلت انا نصور معكم هذا الفيديو ديال الكرعين بالحمص والزبيب. كيجيو معسلين رائعين البنات وكيوجدوا بسرعة. هنا عندي في الطنجرة اولا الكوكوط، عندي قطع ديال البقر، رجلين ديال البقر. من الافضل نكونوا ديال العجل ماشي ديال البقرة، البقرة ما تيبغيوش يطيبوا. عندي هنا 4 ديال الطريفات درت عليهم المغليان، وغنضيف العطريه. عندي سكينجبير، خرقوم، شويه ديال التحميره فقط باش تساعدنا في اللون باش يخرج، وهذا شويه ديال الملح، وفصوص ديال الثومه 4 ولا 5 ديال الفصوص، وايضا شويه ديال سكينجبير والقرفه صافي. وكنضيف الزعفران شعره، كنذوبو في مياه دافيه، كنخليه يطلق، من بعد كنضيفو صافي. هادو هما العطريه اللي كندير. وكنزيد شويه ديال زيت الزيتون، اللي ما بغاش زيت الزيتون، ولكن راه ما تيجيش المذاق ديالها غالب، لان كاينه عندنا القرفه كتضرق شويه داك المذاق ديال الزيت. وكنسد عليهم الكوكوط حتى كيطيبوا، ثلثين ديال الطياب تقريبا، واحد الساعه د الماء كنسد عليهم. من بعد ملي كنفتح عليهم كنزيد الحمص اللي كيكون ديجا عندي مرطب. المهم كديروا نتوما تقياس ديال 2 كيسان ديال الحمص في كيلو ديال الكرعين. وكنزيد 2 ديال البصلات كبار اولا نص كيلو ديال البصله اللي كتكون مشنفه هكا، ما كنقطعوش رقيقه بزاف بحال باش ما تذوبش بزاف. المهم كتبقى لنا شويه باينه ولكن كتجي معسله. وهنا عندي الزبيب اللي مرطب حتى هو كنضيفو من الفوق، وما كنزيدش الماء بزاف لان البصله غادي تطلق لينا الماء. والعسل كنضيف في الاخير 2 ديال المعلقات ديال العسل الحر، ما كنبغيوهاش حلوه بزاف، ولكن راه كتجي رائعه وكتجي ملبيه. هذا هو الشكل ديالها، كتجي خاتره وكتجي كلها مفسخه، يعني كتجي طايبه بحال المخ. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الطبق هذا، راه كيجي رائع. هانتوما كتشوفوا المريقه كتجي واقفه، ما كتجيش جاريه نهائيا، وكتاخذ حقها في الطياب مزيان. كنسد عليه تقريبا ساعه الا ربع اخرى، يعني المجموع ديال الوقت باش كيطيب ساعتين الا ربع. وكنأكد يكونوا هادو الكرعين ديال العجل صغير ماشي د البقره ما تيبغيوش يطيبوا. هانتوما كيجي طايب، كيجي بحال الزبده. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الطبق، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله.